شفتي هذه التعليكة غادي تحصلي عليها إذا تبعتي جميع المراحل والنصائح اللي غتلقاي في هذا الفيديو. ملوزة من عالم آخر، كتذوب في الفم ومعلكة وزوينة بزاف. أجي نوريك الطريقة. عندي هنا اللوز اللي مطحون رقيق كيف ما كتلاحظوا، كنضيف له السكر، الدقيق، خميرة الحلويات، بات بيستاش، مربى، شويه ديال نكهه البيستاش، وكنخلط حدايا واحد جوج بيضات وكنخليهم جانبا. كنخلطوا المكونات السابقه مزيان، من بعد غادي نبداو نضيفو اولا نجمعو بالبيض. هنا كيبقى على حسب الحجم ديالو، ممكن تزيدكم ما بين جوج بيضات حتى لثلاثه. كندعكم مزيان هذاك الخليط ديالنا حتى تنحصلوا عليه بهذا القوام. ما كيلتصق ليناش في اليد اللي كتكون ناشفه، ولكن في نفس الوقت راه كيجي الخليط ديالنا معلك. كنكوروا الحبات ديالنا بوزن 16 غرام، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. كندوزوهم في السكر كلاصي سبيسيال، الماركه راني خليتها لكم في المعلكه السابقه ديال الكاوكاو، غادي تلقاو الصوره ديالها. كندوزو الحبات ديالنا في السكر كلاصي ونوضعوهم فوق صينيه الفرن. كندخلهم الفرن اللي تيكون مسخن من قبل على 180 درجه. كنشعلوا عليهم من الفوق هو الاول حتى تيتشقوا، عاد من بعد كنشعلوا عليهم من الاسفل 10 دقائق، ما تفوتوهاش باش تبقى لكم دائما معلكه من الداخل. كنزينوا الحبات ديالنا بدولارات ديال الشكلاط اللي كنت وضعت فيهم شويه ديال البافو والبيستاش. كنديروا فيهم واحد الحفره في الوسط بالشكلاط الابيض باش كنلصقوهم، ما عمرهم ما كيتزحزحوا من هاد الملوزه اللي كتجي خطيره وعليها الطلب بزاف مؤخرا، حيت كتجي مميزه في المذاق ديالها. جربوها وحكموا بانفسكم.